يا صباح الخير، وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى عندنا أكلة كوارع، أكلة دسمة وجميلة وتدفينا في البرد ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ولو لسه جديدة معانا في القناة لايك واشتراك عشان يوصلك مننا كل جديد، وتابعينا على صفحة البيج. دلوقتي بقى معايا الكوارع وانا هغسلها واخليها زي الفل. عايزة تعرفي الكوارع هي مش هتاخد منك سوا لما يكون العظمية تبقى موف تمام، ولو هي العظمية بتاعتها بيضة دي هتاخد سوا قد كده. دلوقتي معانا كمية كوارع ما شاء الله كتير. معايا حلتين على النار، ضفت نص كوباية خل، ايوه نص كوباية خل، هتخليها جميلة وروعة روعة روعة. تمام، هنزل بيهم بشوية الكوارع. والكمية التانية نفس الكلام، نص كوباية خل، هنزل بالكمية التانية. ما شاء الله معايا كمية حلوة. انا لسه قابضة الجمعية وقلت بقى ايه، اروق على العيال واجيب لهم شوية كوارع بقى ايه يرموا عضمهم في البرد اللي احنا فيه ده. واحنا بقالنا كتير يعني كده مقصفرين، قلت لا اروق على العيال وناكل اكل الكوارع كده تدفين وترم عضمنا. دلوقتي خلاص الكوارع اهي بدأت تغلي، ونزلت كل الحاجات اللي فيها. دلوقتي بقى هشيلها من المية بتاعت الخل ديت. شايفين المية، شايفين معكرة ازاي اهو، شايفين شكل المية. نبدأ بقى هقوم اغسلها على المية تحت الحنفية غسلة كويسة وخليها زي الفل. وبعدين بقى اغير المية واحط مية نضيفة اهي. دلوقتي حطينا المية النضيفة، وهنزل بقى ايه بالكوارع اللي انا غسلتها تحت الحنفية. وبعدين هنزل بقى ايه بالجزر. معايا جزر ومعايا بصل ومعايا طماطم، وهنزل بيهم للحلة دي. وبعدين اغطيها واروح بقى للحلة التانية. ما شاء الله معايا كمية كبيرة، وهنزل بالورق الرول واغطيها عشان ايه تغلي مع بعض. تمام كده خلاص خلصنا من الحلة دي. نخش بقى الحلة التانية نفس ما عملنا في الحلة الاولانية. نطلع الكوارع. شايفين طلعنا الكوارع اهي، مش عارفه مسكتها بايدي كده. المساكه بتدلع شويه على فكره، بقالها فتره عندي، بس انا حابه، انا جايبه كتير بس ديت انا بحبها، بحب اتعامل معاها. دلوقتي طلعنا الكوارع كلها، شايفين شكل الميه، شايفين. هنشرب شويه شرب الكوارع تحفه تحفه تحفه. دلوقتي غسلتها تحت الحنفيه غسله كويسه مخليتها زي الفل. وبعدين بقى هي اغير الميه واحط ميه نضيفه. خلاص حطيت الميه نضيفه، حله هي حلوه. بعدين لكم الستاند، شوفوا بقى اللي احنا بنتعب ازاي مونتاج وحاجات كتير. دلوقتي بقى نزلت بالكوارع في الميه، وزي ما عملت في الحله الاولانيه. بزود ميه تانية، على فكره انا بزود ميه سخنه. دلوقتي معانا بقى بصل ومعانا طماطم ومعانا جزر وورق ربرة، وزي ما عملنا في الحلة الأولانية. وبزود لها مية وهسيبها تغلي على النار. مش هتاخد معانا وقت طويل. لما تحس ان هي محتاجة مية وما استوتش بتزودي لها مية سخنة من الكتل. تمام. دلوقتي بوريكم الحلة، بوريك دلوقتي حطيت الغطا عشان اسيبها تستوي. دلوقتي شايفين الشوربة هيستوي دلوقتي. وهنعمل بقى ايه دلوقتي بقى طاجن كوارع. عارفين طاجن كوارع تحفة تحفة تحفة. معانا معلقتين سمنة او زبدة، وبصلتين انا مخرطاهم تخريطة عادي. دلوقتي بقى بنشوح البصل مع الزبدة. واول ما يتدبل شويه هنزل بالطماطم. عارفين الطماطم اللي انا ضربتها بتاعت الفيديو اللي فات، انا واخده منها كيس، خدت منه حبه نصه للبومبار اللي انا عملته، بس انا مش مصوراه. دلوقتي بقى هنزل بقى بالصلصه اللي انا صورتها معاكم. شايفين الجمال، روعه 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 روعه. وهاخد بقى من شوربه الكوارع، هي على فكره استوت، بس في مقطع هبين لكم هي لسه بتستوي. شايفين الشوربه وحلاوتها تحفه تحفه تحفه. اهو زودت شويه كوبايتين شوربه، هسيبها بقى تغلي شويه وبعدين انزل بالكوارع. ما انا بقى عايزه اكل طاجن كوارع بقى بالصلصه، تبقى تحفه تحفه تحفه، بتدي طعم. تاكليها كده بالعيش او شويه رز ابيض،
طعمها تحفه. بس انا ما عنديش طاجن، الطاجن بتاعي باظ وكده، رحت انا حطيتها في صينيه عادي، مش هيقول حاجه يعني. يعني اتصرفي، ما تقفيش على اي حاجه. دلوقتي انا بقلبها واسيبها تغلي شويه مع نفسها، واحط لها فلفل اسمر، واحط لها كزبره، فلفل اسمر وملح، وانزل عليها بشويه كزبره، واسيبها تغلي مع نفسها. وبعدين ايه، تغلي كام غلوه كده حلوين، وبعدين نقوم نحطها في الصينيه. دلوقتي بقى هنعمل الصلصه. دلوقتي معانا توم، انا دقيته في الهون دوت، ومعايا شويه زيت، نزلت عليهم شويه زيت، ومعايا القوطه ضربتها. دلوقتي بقى انا بقلب التوم مع الزيت، واول ما يبدا يحمر شويه هنزل بشويه خل. هنعمل بقى الفته المصري مش الاسكندراني. دلوقتي بقى نزلت بالطماطم، هضيف بقى التوابل بتاعتي، كمون وفلفل اسمر وشطه. عشان دلوقتي ضفت الفلفل الاسمر، وهضيف كمون وشطه وملح، ويعني ومش يعني سهله جدا. هسيبها بقى تتسبك تغلي شويه. شايفين بتغلي ازاي؟ جميله جميله جميله. هسيبها تغلي شويه اهو بوريكم. شايفين الطعامه والحلاوه؟ عسل عسل عسل، بتبقى تحفه تحفه. العيال بتحبها قوي. شويه عيش كده تاكليها، او تاكليهم برز تحفه. دلوقتي بقى غليت خالص، وهقوم اضيفها في الصينيه. مش عارفه الملكه رحت جبت الكبشه وبالصينيه وطلعت بيها الكوارع. ايوه، ما هي تقيله ما شاء الله عليها، وكبيره وحلوه وعسل. اكله مغذيه وحلوه. اللي ما بيحبش الكوارع يتفرج على الفيديو ده، هيعجبه قوي قوي قوي. المهم ان انت تعمليها حلو، ما دام بتنضفيها وبتطلعيها تمام، يعني ما فيش منها اي حاجه، انت بتطلعي حاجه صح عشان نعرف ناكلها. شايفين الجمال؟ هدخلها في الفرن وولع على الفرن وايه، وهبدا بقى اعمل الرز الابيض. الرز الابيض سهل جدا 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 جدا. دلوقتي القوطه تمام غليت اهو، البمبار اهو انا حطاه بيتسلق. انا طبعا مصوراه معاكم قبل كده وما حبيتش ان انا اصور. شايفين الشوربه وجمالها؟ شايفين رايقه وحلوه ازاي؟ تحفه تحفه تحفه، تشرب كده الشوربه عسل. وشايفين البهاريس؟ ده اللي يودينا في داهيه. معلقتين بقى زبده صفرة هنزل بيها، ومعايا الرز انا غسلاه، واعمل الرز الابيض سهل جدا، ما ياخدش منك وقت خالص. ودلوقتي البومبار بيستوي. اكله كده ايه، ترم عضمنا، ما احنا قابضين بقى جمعيه، لازم نشبرق العيال وياكلوا كده. دلوقتي بقى حطيت الشوربه بتاعت الكوارع، زائد بها الرز الابيض عادي، ده طعم حلو، بيديها طعم جميل جدا ومغذيه جدا. دلوقتي هنضيف الملح. انا ما حبيتش ان انا اضيف ملح كتير، انا كنت هضيف ملح كتير بس انا خدت بالي. وبعدين ايه، هغطيها اول ما يبدا يشرب اوطي عليه، عشان ايه يستوي. كنت حاسه ان هو محتاج ميه شويه، شوربه شويه. حطيت له شويه شوربه كوارع. شايفين قبل ما كانت لسه هتستوي؟ شايفين شايفين الميه كانت لسه ما غليتش حتى. جميله ورايقه وحلوه. ما تنسوش تعملوا معايا ايه، ما تنسوش تعملوا كده، هيعجبكم قوي. ده بقى هنا بقى ايه، قبل ما شايفين بقى لما استوت الشوربه رايقه 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 رايقه، يعني ما اقولكمش جميله زي ما الكتاب ما قال. شايفين حلاوتها؟ مفيش اجدع. يعني اقول لكم ايه، اعملوها بطريقتي مش هتندموا. شايفين؟ ولا البهاريز بتاعت البتاع. تعالوا بقى نقدم الكوارع. شايفين الجمال؟ عملنا الرز اهي اتفتة. شايفين الفتة؟ شايفين الكوارع تحفة ازاي؟ زبدة. شايفين؟ شايفين الحلاوة والجمال؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. والبومبار اللي عاملينه والطاجن الكوارع تحفة، جربوه مش هتندموا. والفتة واكلة جميلة. وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة، هتوحشوني واستنوني في الفيديو اللي جاي. مع